هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنبتدي ونقول بسم الله 4 مكونات مقشر، وهنطلع منهم 5 و6 كمان. هنقول لكم منتجات من البيت تحفه جدا وطبيعيين وفي كل بيت. مقشر سكراب طبيعي فظيع، بيفتح بطريقه احلى انواع التفتيح يا جماعه، فظيعه مش من اول استخدام. هيبقى يديك الطريقه الواو. ما تجيبليش جلد ميت بقاله 15 سنه او بقالنا فتره طويله ونيجي نفتحه عايزين في اسبوع والكلام ده، لا، على الاقل شهر. اوكي، لاي عروسه كمان. يا خبر ابيض، هقول لكم على اسرار دلوقتي رهيبه. واول وصفه عندنا ليمون وسكر. لو الليمون بتتحسسي منه او كده، هنستخدم الاول الوصفه دي على ايدينا او في حته مثلا في وشنا كده. بس انا بحب بقى بفضل، يعني بصراحه ما بقدرش ان انا استخدم حاجه على وشي عشان بشرتك ما تعلمش. انا بجيب، طبعا مش هعرف اوريكم عشان الكم، هنجيب على ايدينا من هنا اهوت. اجيب نص ليمونه، اوكي، وبحطها على السكر وابتدي ادلك ايديا بطريقه دائريه كده. لقيت في احمرار، في اي حرقان، اي التهابات او اي شكشكه جامده قوي، بلاش. وهقول لكم على اكيد نكمل الفيتامين دوت اللي البنت اللي هيجي عليها طريقه السكراب والتفتيح الرهيبه يا جماعه. الليمون مفيد جدا يا لهوي. الليمون فيتامين بيفتح سي جدا جدا، فيه فيتامين سي عالي قوي. تمام. والسكر بيفتح وبينعم وبيرطب، رهيب، تحفه جدا. واهم اصلا في اي سكراب السكر. اوكي. تاني سكراب معانا احنا كده، ده من البيت اهو. ليمون وسكر موجودين في اي بيت. مفيش ليمون مش مشكله، ما عندناش، مستحيل. والليمون اهم حاجه اللي هو بيشيل الهالات السوداء تحت العين وبيمنع الانتفاخات والكلام ده. والليمون لما بتستخدميه في السكراب دوت، لو في قله نوم او في كتر نوم بيحصل انتفاخات، هو بيشيل الانتفاخات وبيشيل الحبوب. لو في حبوب تحت الجلد لسه تبتدي تطلع بيشيلها، ولو في حبوب اصلا في الوش بيفضل يخفف منها لحد ما بيشيلها خالص، ما بيعملش بقع. بيفتح قوي، فظيع. هو والسكر يعني الاثنين بيفتحوا. بس اهم حاجه نستخدمه على منطقه اللي هو نجربها على ايدينا الاول. نجربوا يا جماعه اي حاجه من فضلكم انا اقولها لكم بليز، بجد جربوا الاول. لازم تجربي نفسك. اي رجيم، اي سكراب، اي كريمات، اي حاجه، جربي الاول. ما ارتحتيش ما تستخدموش، في بدائل كتير. طب احنا دلوقتي حد بيتحسس من الليمون، هنستخدم ايه؟ القوطه. القوطه حلوه جدا. هنستخدم القوطه والسكر برضو، قويه جدا للتفتيح والترطيب. والسكر برضو هفضل اقولها، ده الاساسي لاي سكراب، ده اللي بيشيل الجلد الميت يا جماعه فعلا. على فترات، كل مره بيعمل نتيجه افضل كذا درجه. بعد كده عندنا البرتقان، هنقطع برضو البرتقانه، والليمونه نفس الحكايه، والقطايه اللي طلعت تجري دي طماطمايه. هنجيب الطماطمايه نحطها في السكر ونبتدي نجربها على ايدينا. هنجيب النص برتقانيه ونجربها على ايدينا. اوكي. والبرتقان طبعا فيتامين سي رهيب، تحفه جدا. وممكن كمان يعني ممكن نقشر البرتقانيه ونستخدم القشر بتاعها. يعني انت مش عايزه تاكلي البرتقانه كلتيها والقشر اوعي ترميه. احنا مش هنرمي حاجه. نجيب قشره البرتقانه ونحطها على السكر وهنجربها برضو على ايدينا. لقينا مفيش اي التهابات ولا اي احمرار في البشره، او مفيش اي حرقان او اي شكشكه جامده قوي، لانه في فيتامين سي عالي جدا. هنبتدي نعمل بيها ايدينا. تمام، الدنيا حلوه، نعمل بشرتنا وهنعمل وشنا وهنعمل جسمنا كله. وفي حاجه مهمه جدا حابه اقول لكم عليها، ان احنا لما نيجي نستخدم اي حاجه من الحاجات ديت، لازم يعني لو البشره نخليه الاول 10 دقايق وبعد كده نبتدي ندلك البشره فعلا. تمام. في بقى اهم حاجه واحلى حاجه واخر حاجه، هنجيب بقى ايه؟ نجيب زيت زيتون، بن العشق، والسكر. اهم حاجه واساس اي مقشر السكر. تمام. بصوا بقى المتعه، انا عن نفسي مش بقدر استخدم ولا ليمون ولا بن ولا ليمون ولا طماطم ولا برتقال. انا بفضل جامد. انا بيجي لي يعني الثلاثه مش بقدر، يعني انا بجرب على بشرتي مش بقدر. نقول بقى ايه بقى اللي يمشي على اي بشره وجميع انواع البشره. ايه الحلاوه دي وفعلا ايه المقشر ده تحفه قوي. البن يا جماعه، انا عملت فيديو قبل كده كان للبشره، كان بن ولبن، وعرفتكم ان الفيتامينات اللي فيه رهيبه.
يا جماعه يكفي بجد ان البن نعمه من عند ربنا كبيره قوي، انه بيمنع المرض الوحش، بيمنع الكانسر من الجسم. السكر بيفتح، والبن بيفتح، والسكر بيشيل الجلد الميت، والزيت الزيتون بينعم وبيرطب بطريقه اللي هو خلي بشرتك زي البيبي. زيت زيتون فيه فوائد رهيبه بجد، جسمك بيتغذى. لو انت في عز الشتاء زي اليومين دول كده، ويعني جسمك نشف او كده اهوت، بيبقى مرهق او حصل جفاف، مرطب رهيب يا جماعه من عند ربنا. واوصي بقى بجد اي حاجه عايزاها لشعرك، لجسمك، لاي حاجه، الميه، ما بتشربيش ميه مش هتديني النتيجه. ما تجيش بنوته تيجي مش بتشرب ميه وتيجي تقول لي يا سوسو انا ما بيعمليش حاجه. لا يا حبيبتي، لازم تشربي ميه. ربنا جعل من كل شيء حي من الميه، واحنا كمان عايزه بشرتك وشعرك، غذي نفسك من جوه. طبق السلطه فين يا جماعه؟ الميه بتاعتنا فين؟ كل ده بتغذي جسمك. وبعد كده بقى تعالى اقول لكم ده بقى هنستخدمه ازاي. يعني بصوا، ده اختراع لاي بشره وجامد قوي. بصوا بقى، هنبتدي ونقول بسم الله. هنيجي ندخل التويلت. بس اقول لكم على حاجه بقى، يعني اللي هيجربها يعني مش اللي يسمع ده ممكن يتريق شويه، لكن بجد اقسم بالله اللي هيجربها هيدعي لي ان انا قلت له الطريقه دي فعلا. هندخل التويلت وهنيجي عند واحده سيراميك بس، او هنقف عليها ونبقى نحاول احنا مركزين ان مفيش ولا بن ولا زيت زيتون يخرج بره، لان زيت الزيتون هيبهدل التويلت عندك. ما تبهدلش الدنيا يعني، عشان ما تبهدلش الدنيا. احنا هنجيب بقى الزيت الزيتون بمعلقه كده اهو. بصوا انا يعني بناخد كميه بسيطه خالص كده في الاول، تمام، وهنحطهم كده على بعض. زيت على حسب سكر على البن، اللي هو ايه اللي هو استخدامك ليه. لا انت هتعرفي دلوقتي، انا هقول لك دلوقتي هتعملي ايه. حطينا الكميه ديت وهنحط معاهم زيت الزيتون، تمام، وهنبتدي ان احنا نقلب. احنا قلبنا، انت كده ده كده يعتبر سايل. احنا بقى هنزوده بن وسكر تاني لانه متماسك قوي وجامد. احنا هنزوده زيت زيتون. بعد كده تبتدي تستخدمي لبشرتك ولرقبتك، مش هيحصل. جربي برضو على بشرتك، بس صدقوني بامر الله طبعا ان شاء الله ولا يحصل اي احمرار ولا حرقان ولا التهابات ولا جسمك هيحمر ولا اي حاجه. احلى حاجه في الدنيا جدا بجد. هو ده بجد والله. ايه ده؟ ايه الجمال؟ ايه نعمه ربنا الفظيعه دي؟ ايه الجمال؟ ايه الحلاوه دي؟ بعد كده تبتدي تستخدمي جسمك، بتعملي بقى رقبتك وجسمك كله والاماكن الداكنه والحساسه. ويا جماعه انت هتاخديه حبه صغيره الاول هتستخدميهم، عوزتي تاني حطي، عوزتي كل ما يعني تعوزي تستخدمي. وجسمك انت بعد كده هتعرفي الكميه لوحدك. سبحان الله، من كتر الاستخدام مرتين في الاسبوع بترطبي وبتنعمي وبتشيلي جلد ميت وبتشيلي سيلولايت، الخطوط الدقيقه اللي في الجسم، كاي كرمشه بتبقى في الجلد، اي هالات سودة. بصي واهم حاجه الاستمرار، اهم حاجه الاستمرار بجد. وشرب الميه، استمروا كتير في السكراب دوت يا جماعه. والله بجد نعمه من ربنا انتوا بيضيعوها. كلنا عندنا بن وكلنا عندنا سكر وكلنا عندنا زيت زيتون، وفي ناس كمان بتحط عليهم شويه عسل ابيض. هو انا بصراحه مش بحط عسل ابيض، بستخدمه في حاجات تانية بقول لكم عليها في وصفات كتيره ان شاء الله. وطبعا كلنا دلوقتي عندنا برتقان، اوعوا تضيعوا البرتقان من ايديكم، فيتامين سي رهيب. الليمون، قوطه او طماطم، الناس مش عارفه يعني ايه قوطه، طماطم. يا جماعه ازاي عندك الحاجات الجميله دي؟ لازم تهتمي بنفسك. عروسه قبل فرحك بشهر او بشهرين ان شاء الله، حتى لو فاضل لك سنه، اللي فاضل لها وقت دي تقول يا انا لسه بدري مش هعمل دلوقتي اي حاجه من الحاجات دي. لا، ومش لازم تكوني هتتجوزي خالص. يعني انا دايما بنصح اقول يا جماعه لازم تبقي حلوه لنفسك مش لحد، لازم تبقي جميله لنفسك. لما كنتش تحبي نفسك وتهتمي بيها هتدي الاخرين العطاء الكتير. ازاي؟ بالظبط كده. اتعودوا تتعلموا، اتعودوا لما بنتك تشوفك بتعملي وصفات جميله وبتلاقي نتيجه هايله هتعمل زيك من وصفات طبيعيه، مش هتشتري حاجه من بره. ولو جبنا اي كريمات من بره او كريمات ترطيب اوكي ماشي، بس انت عندك حاجات في البيت سهله جدا وتحفه جدا. وما تنسوش تعملوا اشتراك وتعملوا كومنتات كتير لو عجبكم الفيديو. تعملوا لنا اشتراك واعملوا شير كتير لناس كتير، خلي كله يستفيد بالفوائد والحاجات الجميله قوي دي. ويا جماعه دوسوا على الجرس هيجيلكم كلمه الكل
او لو موبايلك بالانجلش هيجيلك كلمه اول عشان يجيلكوا اي اشعارات من كل فيديو ان شاء الله ننزله. باي باي باي.